السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت صاحية الفجر عشان أشوف يومي كده، كنت بصلي الفجر معاكم وببتدي يومي بالصلاة عشان ربنا يكرمني. وبعدين حطيت بيض على البوتاجاز يتسلق عشان أنا عنده ضيوف، على ما أروح أجيب العيش من الطابونة واجي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كده كنت بوريكم الشارع، الدنيا كانت لسه ضلمه، شايفين الدنيا كانت لسه ضلمه. نازله بقى على السلم كده، ودي الزريبه بتاعتي. ببص على البهايم كلها لقيتها لسه نايمه. انا نازله راح افتح البوابه بالمفتاح عشان اروح اجيب العيش من الطابونه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وخدت احمد ابني معايا عشان يونسني، يعني عشان الدنيا لسه ضلمه. هو قاعد يقول لي ايه يا ماما اللي في الشارع ده؟ قلت له حبيبي الجو شتا بالليل واحنا نايمين، الارض مبلوله. وكده بقى طلعنا على الطريق اهو، بوريك يومي من اوله. يعني انا اول ما بصحى الصبح، بصحى الفجر، اول حاجه بعملها ان انا بروح اصلي شويه شويه. النهار بدأ يشقشق اهو. وبعدين بروح اجيب العيش من الطابونه، وبعدين بشوف يومي هيبقى عامل ازاي، وبعمل روتيني وبشوف اللي ورايا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. شوية بشوية النهار بيبدأ يشقشق كده. كنت جبت العيش وراجعة ده، وانا راجعة انا كنت عايزة اصور لكم العيش اهو. انا كنت عايزة اصور لكم وانا عند الطابونة، بس بصراحة ما قدرتش لان كان في ناس كتير واقفة، ولو حد شافني وانا بصور يعني مش حلو، لان احنا في ارياف وكده. كده جبت العيش ومروحة، كان النهار طلع بس كانت لسه برضو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كده انا راجعة البيت اهو، فتحت البوبة ودخلت، قلت لابني خد العيش انت واطلع فوق، وانا هنزل الزريبة اشوف اللي ورايا. هطلع ابص على البيض ده، انا كنت ناسي. طلع على السلم كده عشان ابص على البيض اللي على البوتاجاز، انا موطيه عليه طبعا شمعة. يا ده لسه مغليش، خلاص انا هعلي عليه وانزل بقى اشوف اللي ورايا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى هنزل عند الفراخ، او بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هما 5 فرخات يتامى مفيش غيرهم، ولا بعدهم ولا قبلهم. حطيت لهم شوية تعليق عشان يفطروا، احط لهم بقى في الكرتونة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وانا كنت نزلت الزريبة كده ماسكة الفاسة وبلم الجلة، عشان احنا لسه بدري والنهار ما طلعش قوي، فالزريبة ضلمة. فلو النهار كان طالع والشمس قادحة كده تلاقوا الزريبة منورة. بس انا بحاول والله ان انا اصور لكم، يعني ان انا اوضح لكم على قد ما اقدر. كنت بلم الزريبة بالفاس، بلم البواقي، يعني بلم الجلة بالفاس عشان اقعد احلب، عشان ما اعرفش اقعد ويا كده. لو قعدت بقى هدومي بتتعاص واللبن بيتعفر وكده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو الجلة اهي بعد ما لمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. راح اجيب الكرسي بقى عشان اقعد عليه وابتدي ان انا احلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. حطيت الكرسي اهو، ابتدي ان انا اقعد واسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بسم الله توكلت على الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كل ده انا بحاول اخلص شغل بدري، زي ما قلت لكم عندي ضيوف وعايزه اجهز لهم فطار قبل ما يصحوا يعني. بس انا على ما اتوقع يعني عمرهم ما يصحوا بدري كده، بس انا بعمل اللي عليا اهو. كده قعدت على الكرسي اهو، وجبت قماشه بيضه نضيفه عشان امسح ضره البقره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين اهو، قاعده امسحها عشان لو عليها عفره ولا عليها اي حاجه
الحاجة دي ان هي تروح يعني، اللبن بتاعي يبقى نضيف ومش معفر ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بمسحها كويس جدا من جميع النواحي. هبدأ بقى ان انا احلب. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. كده ابتديت ان انا احلب. هحلب بقى واقوم اعلف البهايم وايه، واطلع بقى فوق عشان اجهز الفطار غير اللبن يعني وكده. وهنا جبت لكم العلبه في النور اهي عشان تشوفوا اللبن اللي انا حلبته، يعني شوفوا نضيف ازاي ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله، عشان اشربه بنفس. واقول لكم حاجه، انا من ساعه يعني انا ما كنتش فلاحه ولا كان عندي بهايم، بس من ساعه ما جبت البهايم انا ما اشربش اللبن ده من ايد حد دلوقتي. وكده هنا كنت طلعت وجهزت الفطار. انا بقرب الفيديو يعني ايه، بسرعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو على قد ما اقدر. كده كنت جهزت الفطار والبيض كان استلق، قشرته وشققت طماطم وخيار وحطيت جبنه وغليت برضو اللبن، وحطيت جبنه ومربى وبتنجان وزيتون وجبنه حادقه، وشكلت الصينيه عشان لما الضيوف تصحى تفطر. هركن الصينيه بقى وهشوف اللي ورايا، حتى لو هما صحوا براحتهم مش هبقى مشغوله بقى، لان انا كده جهزت لهم الفطار وغلت لهم اللبن. ودي كانت المواعين بتاعتي بتاعت بالليل. هغسلها بقى واغسل الحوض كده انضفه، عشان لو حد دخل المطبخ بتاعي من الضيوف ما يقولش عليا مثلا ان انا مش نظيفه او سايبه المواعين في الحوض او كده. وهنا هبدا ان انا اغسل. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت لكم يعني انا حلبت وعلفت البهايم وطلعت، وانا بقى بعلف الجاموسه وطالعه، الجاموسه قامت مديانه بقرنها في جنبي، وحياه ربنا انا حسيت ان انا بموت. انا قعدت اشتمها واضربها، مش عارفه انا بشتمها اصلا بقول عليها ايه، بقول لها ايه. وقعدت اضربها بقى، يعني حسيت ان انا يعني الخبطه دي خلاص هي الخبطه اللي هتموتني. والله يا دوبك انا عرفتهم وبتضير، بس لقيت الجاموسه قامت بقرنها وقامت مدياني في جنبي بدماغها بقرنها. يا لهوي كانت صعبه قوي. لغايه الان انا جنبي بيوجعني والله. وجوزي بقى نزل على صوت العالي وشتمت فيها وضرب فيها. ايه في ايه في ايه؟ قلت له في ايه؟ دي كانت هتموتني. وفعلا والله. وهنا ابتديت ان انا اغسل المواعين معاكم اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. مش هياخدوا مني حاجة. وكده يبقى نضفت حوضي وغسلت مواعيني وجهزت فطاري وشفت بهايم وطيوري، وكده ايه بقى خلصت النشاط او الروتين الصباحي بتاعي. وكده يبقى ما عادش ورايا حاجة. لو ادور بقى واشوف انا هعمل ايه للغدا، وبعدين ايه ابقى اشوف واعمل اللي انا هعمله. وكده يبقى خلصت الروتين الصباحي بتاعي. بس ما فيش حاجه صدقوني والله قرفتني في الصباح ده، لان الجاموسه كانت هتموتني. بس والله ولولا ستر ربنا، ان ربنا هو اللي بيحميني. والله لو ربنا مش ساطرها معايا انا كان زمان اتكسرت، كان زمان اتخبطت في حاجه بخبطتها ليا ديا. لكن ربنا بيسترها معايا والحمد لله والشكر لله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا هرجع لكم تاني، هوقف الفيديو وارجع لكم تاني بعد ما اخلص عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكده كنت خلصت ورجعت لكم تاني اهو. ما عادش الا حوالي طبقين وخمس ست معالق كده وكزلكين. وكده اهو يبقى كده شطبت المواعين بتاعتي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. والله كانت والدتي دايما تقول لي الشغله البدريه منسيه. فعلا بفضل طول النهار رايقه لاني بخلص شغلي بدري. لو ورايا حاجه بقى بعملها وانا رايقه برضو، يعني ما فيش حاجة بقى بتعطلني ولا كده. لو ورايا تصبين بصبنه، لو ورايا شغلة تانية بعملها بقى. بس فعلا والله الشغلة البدرية منسية. يعني كل ده كانت الساعة لسه ما جاتش 7، خلي بالكم. جهزت فطاري وغسلت مواعيني وخلصت شغل الزريبة وخلصت شغل فراخي وخلصت روتين الصباحي كله، والساعة لسه ما جاتش 7. ده من فضل ربنا عليا، الحمد لله والشكر لله. ربنا يدينا الصحة بس ونشتغل. واحنا والله صدقوني احنا احسن من غيرنا كتير كتير كتير، والكسل هو اللي بيخرب بيوت زي ما قلت لكم.
وفي كل فيديو بقولهولكوا وهعيدهولكوا، الكسل هو اللي بيخرب بيوت كتير. اتمنى لو الفيديو عجبكم استنى منكم شير ولايك، واستنوا منه كل جديد. ولو انتوا استفدتوا منه حاجة اتمنى منكم ان انتوا تعلقولي باللي انتوا عايزين تقولوهولي، وهرد على كل تعليقاتكم. ولو عايزين مني اي حاجة قولولي وانا هعملها لكم. وكده يبقى خلصت. اغسل الحوض، ما عادش الا غسيل الحوض بقى، اغسل الحوض وكده يبقى خلاص خلصت كل حاجة. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو غسلت الحوض، اهو غسلت الحوض بتاعي، وهبدأ بقى ان انا اشطفه، ويبقى كده خلاص خلصت كل روتين الصباحي. اتمنى منكم شير ولايك، واستنوا منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين.